السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. الحقيقة يعني الحياة فيها كثير من التقلبات، فيها كثير من العثرات، فيها كثير من التحديات. وهذه التحديات وهذه التقلبات وهذه يعني نمُر يعني تكون أحيانًا ساحقة بالنسبة لبعض مننا، ونشعر فيها بالعجز يعني، ونجد إنه خلاص يعني الواحد كأنه الحياة توقّفت ويبدأ إنه يشعر بالعجز أمام هذه الظروف، لكن بالمقابل نستطيع أن يعني ننهض، نستطيع أن يعني نتغلب على هذه النكسات وعلى هذه العثرات وعلى هذه الظروف الصعبة اللي يعني تمُر بنا، يعني ممكن لكل واحد منا له ظروفه الخاصة. قد تكون هذه العثرات وهذه الظروف وهذه النكسات قد تكون جزء منها فقد عزيز، قد يكون منها جزء جانب اقتصادي، جزء منها يكون اجتماعي، جزء منها يكون يتعلق بمشاكل الأسرة وغيرها. لكن كيف نخرج يعني نتغلب على هذه النكسات ونخرج بطريقة بصورة أقوى مما كنا عليه، أو كيف نستطيع أن ننهض بصورة أفضل، وهذا ما نناقشه في موضوعنا اللي هو نتحدث إن شاء الله اليوم في موضوع المرونة، وماذا تعني المرونة، وهل هي المرونة يعني سمة الإنسان يولد بها أو نتعلمها، يعني ما هي هذه المرونة؟ المرونة تعني الخروج من الشدائد والصعاب وهذه النكسات والتحديات والتكيف معها. والإنسان اللي يتحلى بصفة المرونة يستطيع أن يتجاوز كل هذه الأزمات، وأن يواجهها وأن يتعامل معها ويتوافق معها، وأن يعني يقدر يكون عنده إمكانية أو آلية للتعامل لمواجهة هذه الظروف. وهي سمة حقيقةً يعني ليس يعني هي فقط سمة وراثية أو إنسان ولد بها، لأ، الإنسان يستطيع أن يمتلك هذه المرونة وأن يتعلمها من خلال الخبرات، من خلال التطوير، من خلال مرور الوقت، يعني الخبرات المتراكمة نحن نستفيد منها، مش أي خبرات يعني. قد يكون في بعض الناس يمُر بخبرات لكن ما أضافت هذه الخبرة شيء، وكما يُقال العلم بالتعلم والحلم بالتحلُّم. الإنسان يستطيع من خلال التعلُّم يستطيع أن يمتلك مهارات، يستطيع أن يطوّر في نفسه، وهذا ما نلاحظه يعني. يمكن كثير من الأخوة والأخوات يقول أنا قبل 5 سنوات، قبل 10 سنوات، فين أنا لمّا كنت يعني كنت لأبسط الأشياء انهار وأبكي وإنه كأنه الحياة انتهت، لكن في بعض من اللي أولًا بدأ يعني يقوي نفسه ابتداءً بقوته بالله سبحانه وتعالى، ويقوي هذا الجانب الإيماني، وهو يعتبر من أكبر عوامل وعناصر المرونة اللي نحن نكتسبها في حياتنا. المرونة تعني التعلم، والتعلم يعني النمو، يعني نحن دائمًا نتحدث في النمو. النمو اللي هو واحدة من العوامل الأساسية في النمو الصحيح السليم اللي هي الخبرات والتعلم، وليس لا يوجد نمو بدون تعلم أبدًا، يعني الإنسان لو توقف، لو ما تزود بمعلومات، لو نحن أخذنا حالة إنه إنسان معزول تمامًا عن واقع معين، معزولة عن التعليم، معزولة عن أشياء كثيرة، بأي حال من الأحوال ما حيكون عنده أي إمكانية هذا الشخص. والعكس صحيح، يعني الإنسان اللي عنده خبرات اتعلم عاش في بيئة داعمة فيستطيع أن يكون عنده هذه المهارات، وهي النمو السليم. والنمو يعني كثير من الأشياء النمو الاجتماعي، النمو الأخلاقي، النمو الديني وغيره. وكما ذكرت هي ليست سمة يولد بها، لكن قد يكون عنده عوامل أصلًا مهيئة، وبالتالي يكون هذه العوامل الجزء منها اكتسبها، والخبرات أثقلت هذه الأشياء. فبمعنى النمو إن الإنسان اللي ينمو بنمو طريقة صحيحة، كيف يكون النمو الصحيح بالنسبة للمرونة؟ المرونة تعني إنه إذا يعني كيف نكتسب هذه المرونة؟ يكون عن طريق النمو، والنمو يعني بماذا؟ إنه التدريب على الرعاية الذاتية. ما هو التدريب على الرعاية الذاتية؟ إن أنا أهتم وإن أطوّر نفسي، وإن أكون أبني نفسي بناء صحيح، يعني من حيث الإمكانيات. كثير من الأنشطة مثال على ذلك، يعني ممكن أنا أدخل دورات تدريبية،
يكون عندي من الأوقات اللي أدخل في مواقع مفيدة، أستفيد من بعض الأصدقاء اللي عندهم خبرة في هذا المجال. كثير من أنا لاحظ كثير من الحالات اللي لاحظت تقول لك أنا والله صديقتي الفلانية أفادتني كثير، أنا ما كنت أعرف كيف أتصرف في بعض المواقف، لكن من خلال تعاملي مع هذه الأخوة أو مع مجموعة معينة من الأصدقاء الداعمين حقيقة استطاعت أن تدرب نفسها، تكون عندها هذه الرعاية الذاتية. لابد أن نرعى نفسنا. فالإنسان إذا كان عايش في حالة من عدم استقرار وغير متقبل نفسه، ما يطور ذاته، ما حيكون عنده مرونة أصلا، لأنه الإنسان إذا فقد الشيء لا يعطيه كما يقال. نقطة أخرى اللي هي بناء شبكة الدعم، ودائما نحن يكون عندنا هذه التطبيقات اللي هي كما عندنا تطبيقات معينة في جوالاتنا، اللي يكون عندي تطبيق اسمه بناء العلاقات أو بناء شبكة الدعم، اللي هي يكون فيها شبكة في العائلة، الأسرة، الزميلات مثلا، وتكون هذه الشبكة البيئة الاجتماعية تعتبر أنا زي كأنه تطبيق يعينني ويفيدني في هذه النكبات وهذه الضغوط اللي ذكرناها، تكون واحدة من وسائل أن أنا أستطيع من خلالها أن يعني أدعم نفسي نفسيا، أدعم نفسي اجتماعيا، وتكون عندي هذه حقق المرونة اللي تجعلنا أنا أخرج من الأزمات بشكل أقوى. والنقطة اللي هي الثالثة اللي هي نحيط أنفسنا بأشخاص إيجابيين، ليس فقط اللي هو تطبيق الدعم اللي هو شبكة الدعم، لا، لابد أن يكون عندي كذلك نوع من الفلترة زي ما يقول، يعني يكون عندي كيف أنا أعمل فلترة وتنقية للأشخاص الداعمين حتى في هذه الشبكة، الأشخاص اللي دائما تشعر أنه فعلا حقيقة يعني الحديث معهم، الجلسة معهم، كلامهم، التواصل معهم يكون بالنسبة لي أنا داعم، يكون أشخاص إيجابيين. مثلا أنا تعرضت لمشكلة معينة، تعرضت لنوع من أي كانت هذه المشكلة أو أي نوع، هذا النوع من الضغوط. في بعض من الناس اللي يقول لك أنت والله حظك دائما سيء، يعني سبحان الله ربي ابتلاك بهذا الزوج أو ربي ابتلاك بهذا الابن، ودائما يذكروا لك ويعني يركزوا في النقاط السلبية في حياتك، وقد تكون هنالك كثير من الإيجابيات. الله سبحانه وتعالى أبدا ما يظلم عبده، يعني فقط نحن يمكن ربما ما ننتبه لهذه الإيجابيات، ما ننتبه لهذه النعم، يعني في لنا كثير من النعم حولنا ونحن نتمتع بهذه النعم، لكن نتيجة تعرضنا لهذه النكبات ولهذه النكسات نغفل عن هذه النعم ونركز في الجانب المفقود، يعني ونغفل في الجانب الموجود. فهذه واحدة من الأشياء اللي هي نحيط أنفسنا بالأشخاص الإيجابيين، نحيط أنفسنا بمن يدعمونا نفسيا ويشجعونا، ويكون بالنسبة لنا نحن مصدر التعلم، مصدر أنه نقوي هذه المرونة اللي نستطيع من خلال نواجه هذه النكبات. النقطة الرابعة اللي هي ممارسة اللي هي مبدأ الشكر، يعني سبحان الله النعمة تدوم بالشكر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والله سبحانه وتعالى وإن شكرت لأزيدنكم. هذا الشكر بشكل مستمر، نشكر الله سبحانه وتعالى في أذكارنا، في كل سكناتنا، نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمد إنه نحن حتى ممارستنا لحياتنا اليومية تبدأ من أذكارنا للصباح وحتى أذكار المساء وغيرها، مبدأ الشكر. وهذه سبحان الله واحدة من يعني سبحان الله الآن تلاحظي في الدول المتقدمة وهي الدول غير الإسلامية يقول لك لما يعني يشكر، يقول لك في كل شيء يعني يشكرك، لو أنت حتى السائق التاكسي لو وصلك تقول له شكرا. فنحن حق بهذه المبادئ، بهذه القيم، هذه من قيمنا الجميلة جدا وقيمنا الإسلامية. فهذا مبدأ نحن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه المثال، على هذه النعم. النقطة الرابعة اللي هي إعادة صياغة الفشل، يعني نحن أكيد يعني هذه النكبات، هذه العثرات، هذا الفشل الذي أصابنا نعيد صياغته مرة أخرى، نعيد ننظر إليه. ويمكن في التاريخ موجود كثير من العلماء، على مثال اللي هو توماس أديسون اللي كرر التجربة يعني 1000 مرة. يعني كم من العلماء، يعني كل هذه الوسائل التي نستخدمها هل يعني تم إنجازها في لحظة واحدة ومن تجربة واحدة ومن محاولة واحدة؟ مستحيل. الحياة كلها بما فيها الإنجازات العظيمة التي نراها وغيرها كلها جاءت نتيجة لإعادة صياغة الفشل.
ودائمًا سبحان الله الإنسان اللي يتعلم من فشله دائمًا تكون تعلمه أقوى، وإن تكون تركز عنده المعلومة. هذه الأشياء ال5 اللي ذكرناها بالإضافة لنقطة رابعة اللي هي احتدان التحديات، يعني لابد يكون عندنا استعداد تام نتقبل هذه الظروف اللي تمر يعني عندنا، مثل إذا كانت أيًا كانت الظروف نحتضنها وتكون نخرج. كيف نحتضن هذا التحديات؟ نخرج من منطقة الراحة، وهذه طبعًا من الأشياء الصعبة جدًا، وفيها الكثير من المواضيع والمقالات والمحاضرات اللي هي كيف نخرج من منطقة الراحة. مثلًا إذا كنت أنا طالبة أو أنا أعمل في مؤسسةٍ ما، يعني أحيانًا تواجهني صعوبات، لكن أخاف إن أنا أخرج من منطقة الراحة، أخاف إن أنا أسأل الآخرين، أخاف كيف أخرج وأطلب المساعدة. فخروجي من هذه منطقة الراحة يجعلني أنا أكثر مرونةً. أنا استفدت، أنا سألت فلان مديري في المؤسسة، الفريق العامل معي، سألت الخبراء في هذا المجال. خروجنا من هذه منطقة الراحة يجعلنا نحتضن هذه التحديات وهذه الصعاب ونخرج منها بمرونة أقوى، وهذا ما نريده. يعني في النهاية نحن نسعى في هذه الحياة الدنيا نكرر ونتعلم من تجاربنا ونتعلم من أخطائنا لنخرج بصورة أقوى. كما ذكرت في بداية الحلقة، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والإنسان لا يولد هو عالم كل شيء، لكن يستطيع أن يتعلم وأن يكتسب وأن يمتلك أشياء كثيرة جدا يواجه بها صعوبات الحياة. وصلنا لختام حلقتنا، وإلى أن نلقاكم في موضوع آخر وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.